في كامب تحليل البيانات هتدخل بالشكل ده وهتطلع معاك النتيجه دي. اكبر مشكله بتقابل اي موظف او اي تخصص ايا كان انت شغال في اي مجال، سواء انت كنت مهندس محاسب او حتى دكتور مدير اداري في اي تخصص، فمشكله كبيره جدا بتواجهك هي ان انت بيبقى مطلوب منك ان انت اعداد تقارير يوميه وشهريه واسبوعيه وكوارتر ونصف سنوي وسنوي، وكل الكلام ده بياخد معاك وقت ومجهود كبير جدا. ولكن لو بكل بساطه انت عملت لنفسك السيستم ده تربط الداتا اللي عندك، شتات الاكسل اللي عندك، مع داشبورد احترافيه، والاثنين دي لما تحدث البيانات الداتا عندك تتحدث بشكل دوري، فتقدر فعلا ان انت تقدم التقارير بشكل احترافي، ان انت يبقى سهل جدا وتوفر على نفسك وقت ومجهود كبير جدا. والحمد لله احنا من 2020 بنقدم الكامب ده بشكل كبير جدا. احنا عملنا اكتر من 30 مجموعه في 2020 2021 بفضل الله، وال 30 دول كانوا عباره عن 3 ايام بس، ولكن الكامب حاليا عباره عن 5 ايام كثفنا فيهم الشغل بشكل كبير عشان تطلع بمعلومات اكتر. والحمد لله النتيجه بتاعته بان انت بتوفر على نفسك وقت طويل جدا، لان بكل بساطه لو انت عايز تتعلم الحاجه دي فانت بتروح تشترك في كورس تحليل بيانات، فالكورس ده وقت طويل جدا بالشهور وكوست عاليه ومجهود في حاجه انت مش محتاج غير ان انت بس تعرف جزء معين، هو ان انت تبني لنفسك سيستم صغير بان انت تربط الداتا بتاعتك مع الداشبورد بشكل احترافي وتطلع التقارير بتاعتك. وكمان الحمد لله بنسبه كبيره جدا معظم الناس اللي اشتركت معانا في الكامبات دي والكورسات اللي احنا بنقدمها لما بيعملوا ويستخدموا الداشبورد ويقدموا التقارير للإدارة العليا بشكل احترافي، فهم بيبروزوا شغلهم بشكل احترافي. فبتكون النتيجة ان لو عايزين يرقوا حد او عايزين يدوا مكافآت، فبيكون دول من نصيبهم لانهم فعلا فكروا بره الصندوق وقدموا حاجة جديدة للإدارة وللشغل بشكل احترافي. والحمد لله حسام وعبد الرحمن ومريم وغيرهم كتير الحمد لله قدروا فعلا انهم يترقوا وياخدوا سالري اعلى الحمد لله بفضل الداشبورد، او بطريقه انهم قدروا يبروزوا شغلهم للاداره العليا عن طريق انهم عملوا داشبورد للاداره. فده جزء مهم جدا. ليه انت بقى ما تكونش واحد منهم؟ ليه ما تختصرش على نفسك وقت ومجهود كبير جدا؟ ليه ما تقدمش التقارير بشكل سريع وبشكل احترافي؟ ليه ما تقدمش للإدارة العليا شغل يبروز قيمتك في الشركة وشغلك في الشركة، وبالتالي يبقى من نصيبك سواء سالري أعلى أو ترقية أو إن أنت يبقى ليك بوزيشن محترم أو يقدروك على الأقل. فده جزء مهم جدا بصراحة في الكامب، أو ده هدف الكامب، إن أنت في وقت صغير جدا اللي هو 5 أيام إن أنت تتعلم الداتا كواليتي، تخزن البيانات بشكل معين وداتا ستراكشرز بشكل احترافي، ان انت تعرف تعمل بري بروسيسنج بالباور كويري، تعرف اساسيات داكس وتعرف ازاي تكتب معادلات احترافيه، ان انت تعرف اساسيات الداتا موديلنج بشكل كويس، وان احنا نبروز كل الكلام ده في الاخر في داشبورد احترافيه تبروز شغلنا قدام نفسنا وقدام الادارات العليا. فده جزء مهم جدا بصراحه في الكامب، وهو ده هدف الكامب، ان انت في وقت صغير هتطلع بنتيجه ملحوظه جدا وتقدر فعلا تستغل المهاره دي في شغلك وتوفر على نفسك وقت ومجهود كبير جدا. ولو عايز تشترك معانا في كامب تحليل بيانات واعداد تقارير باستخدام الباور بي اي من خلال الرقم اللي ظاهر قدامكم على الشاشه، او هسيب لكم اللينك في اول كومنت. وما تضيعش الفرصه دي من ايدك، دلوقتي في خصم كبير جدا على الكامب اللي هتبدا او الراوند اللي هتبدا قريب. اشوفكم هناك. سلام.